السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هكلمكم عن سرقة قنوات اليوتيوب. دلوقتي هو في الآونة الأخيرة ظهر لنا حاجة اسمها محتوى بشرة، بيفسفسوا الحبوب اللي في بشرة الوجه عند الأجانب. زي مثلا ما كان برضو في فترة كده طالع حاجة اسمها محتوى كورة، وهنا كان الناس بتشغل قنواتها محتوى كورة وعشان الدولارات تزيد او الارباح تزيد، وكان بياخد اللي بينشر ده كان بتعملي زي مدير في القناة، هو اللي كان بيمسك القناة وينشر عليها محتوى الكورة. وبعد كده الارباح بتتقسم او بتتجزأ بينك وبين الشخص اللي ماسك القناة. وبعد كده يا يكون حظك حلو وقناتك تمشي قشطة عادي تمام وتاخدي فلوس منها كويسة، او تتلبي لك انظار 2 3 وهوبا يا تلحقي القناة يا القناة تتقفل وتروح. تمام. وهنا اللي ماسك القناة بيقول لك انا ماليش دعوة، انا قلت لحضرتك على المخاطر من قبل كده، بس بعيد عنكم الطمع وحش. طيب، جينا في الآونة الأخيرة ظهرت حاجة اسمها محتوى بشرة، وهنا بنيجي للقنوات مثلا من بعد 70 80 90 100 ألف وانتي طالعة بقى الكلام ده، بيروحوا طبعا القنوات بتبقى واقعة فما بيقبضوش منها. طب هيستفادوا منها ازاي؟ بيروحوا يشغلوها مع حد طبعا ثقة، بيشغلوا القناة بتاعتهم او بيأجروها لاشخاص بيشغلوها في محتوى البشرة بتاعت الفسافيس دي. بتروحي طبعا هي بتقولك على المميزات وبتقولك على العيوب. المميزات طبعا انت بتاخدلك قرشين حلوين وبتجيب فلوس حلوه، لكن العيوب ان هي بتبوظ القناه، المشتركين بيقرفوا من شكل الحبوب وبيمشوا، ممكن تاخدلك انذارات والقناه تتقفل، ممكن الارباح تتوقف، يعني في مخاطر كتير. وهي ميزه واحده انك ممكن تاخديلك فلوس كويسه منها. دلوقتي بندخل على القنوات نلاقي قناة فلانة وقناة علانة منشور على قناتها محتوى من البشرة دي، نقعد نقول الحقوا القناة اتسرقت، القناة اتسرقت، القناة اتسرقت. والناس تدخل تكتب في التعليقات القناة اتسرقت. لا يا جماعة، القناة بتكون متأجرة، القناة بتكون متأجرة لفترة معينة. صاحبة القناة أو صاحب القناة بيكون مأجرها لأشخاص أو لشركة أو لناس بينزلوا عليها محتوى البشرة ده، وبعد كده بياخدوا يعني بعد فترة مثلا ممكن بيأجروها شهر شهرين 3 على حسب الاتفاق اللي بيكون بينهم. بعد كده لما بيخلص الاتفاق قشطة، الكلام خلاص بيخلص، كل واحد بياخد حقه. الشركة ملهاش دعوة باللي بيحصل للقناة، لان هما بيبقوا قايلين لك قبلها على العيوب اللي هتحصل. انت بتاخدي قناتك عادي، بتاخديها بقى بمشتركينها اللي قالوا، بالانذارات اللي عليها، بالارباح وقفت، هم مالهمش دعوه. تمام. في بقى ناس قنواتها كبيره لهم جمهور، بيعملوا ايه؟ بيأجروا قناتهم تمام اللي هم الناس بتوع محتوى البشرة دول، ويعملوا قناه جديده ويقولوا ايه بقى؟ قناتنا اتسرقت، القناة اتسرقت وبينزل عليها محتوى بشري. يقوم يا عيني الناس الغلابة، المشتركين الغلابة، يقوموا يا عيني صعبان عليهم صاحبة القناة ويشتركوا عندها، ويخشوا عند فلانة يقولوا لها دي صاحبة القناة الفلانية قناتها اتسرقت ساعديها، يا جماعة روحوا اشتركوا عند فلانة دي قناتها اتسرقت ساعدوها. ويك 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 هوب، قناتها تتفعل وتكبر والدنيا تمشي معاها، ويبقى كده ايه؟ هي شغالة على البنجين، شغالة بتنزل محتوى في قناة قشطة مفيش حاجة، والتانية اهي مأجراها. تمام. لما تلاقوا قناة نازل عليها محتوى بشرة ماشي، اعرفوا ان القناة دي لو اسمها متغير، اسم القناة اتغير، يبقى كده القناة دي اتباعت واللي خدها شغلها محتوى بشرة. لو اسمها ما اتغيرش اعرفوا ان القناة دي متأجرة، مفيش حاجة اسمها مسروقة. تمام. ما تصدقوش حد وما تخلوش حد يستغلكم ويستغل ضعفكم وطيبتكم ويضحك عليكم.
تمام يا جماعه. الناس بقى اللي بتبقى عايزه تدخل في محتوى البشره دي، بصوا هي من بعد 70,000 وانت طالعه ولازم قناتك تكون كبيره، دي حاجه. تاني حاجه، بصوا انا لما سبت قناتي الكبيره حد خدها شغلها هو محتوى بشره، انا ماليش دعوه باللي بيحصل عليها، ماليش دعوه باللي بينزل عليها، انا خليت مسؤوليتي منها نهائيا، حتى شلت صورتي من عليها وكل حاجه تخصني من عليها، فانا ماليش ذنب في اي حاجه بتنزل عليها. ان شاء الله لو نزلوا عليها رقص انا ماليش فيه، مش بتاعتي. تمام. انما اللي بيبقى لسه قناتها بتاعتها وبتنزل عليها المحتوى ده والناس بتدخل تقول لها حرام عليك وكده، هي قناتها وهي عاجبها ان هي تشغلها كده، احنا مالناش دعوه. فالمغزى بقى من الفيديو النهارده ايه اللي انا عايزه اقول لكم؟ ان ما تلاقوا قناه نازل عليها محتوى بشره ما تفكروش ان القناه دي مسروقه او حد او شركه اجنبيه سرقها او حد اجنبي سرقها زي ما بيقعدوا يقولوا. قناه بتبقى متاجره، متغير اسمها، تبقى متباعه، اتباعت وصاحب اللي اشتراها شغلها محتوى بشره، ما اتغيرتش اسمها. تمام. اعرفي ان القناه دي ايه؟ متاجره. ولو هتدخلي في المجال ده او عايزه تاجري قناتك وتشغلي قناتك في محتوى البشره، اسالي الناس اللي اجروا قبلك الاول حصل لهم ايه او ما حصل لهمش ايه، وتاكدي وتطمني قبل ما تشغلي قناتك، عشان القنوات دي يا جماعه بيبقى متعوب عليها، واي حاجه او اي حد بيلعب فيها بيبوظها. واليوتيوب الايام دي بيتلكك لنا على اي حاجه، ممكن كلمه غلط تقوليها في الفيديو يقفلوا لك القناه خالص، ممكن تنزلي اي محتوى يعني مش عاجبهم يقفلوا لك القناه خالص. ما عادش زي زمان يا جماعه، ما عادش زي زمان. بس يا جماعه هو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى باذن الله يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.